من اكتر الاسئله اللي بتسالها الفتره دي، انا معايا من 10 ل 15 الف جنيه، اشتري بيهم ايه؟ عايز موبايل ادفع فيه فلوسي وانا مطمن، موبايل احس اني اخدت بيه تجربه كامله متكامله، موبايل كده متفصل بالملي على احتياجاتي لا اكتر ولا اقل. بس بعد الارتفاع الجنوني اللي حصل في الاسعار بقى فعلا صعب تعرف تشتري ايه. الاسعار بقت فلكيه في كل الفئات، وسوق الموبايلات نفسه اتشقلب 180 درجه. المواصفات اللي كنا بنشتريها زمان في فئه السبع او 8000 جنيه النهارده بقت ب 15000 جنيه، والاختيارات بقت اقل، واكيد وصلت لمرحله احباط. علشان كده انا بدات السلسله دي ومكمل فيها علشان اساعدك، علشان اوفر عليك وقت وجهد وفلوس. بس خليني اوضح لك حاجه مهمه، الفيديو ده مش مراجعه مفصله، هو فيديو ترشيحات، وفي اخر الفيديو هقول لك على شويه نصايح مهمه جدا قبل ما تشتري اي موبايل. وكالعاده الناس اللي متابعه السلسله عارفه ان هنا عندنا 6 معايير ثابته في الترشيحات ومش هنتنازل عنها. اول حاجه الشاشه مش هتقل عن فول اتش دي بلس، تاني حاجه الرام مش اقل من 8 جيجا، وتالت حاجه المساحه على الاقل 128 جيجا، ورابع حاجه البطاريه لازم 5000 ملي امبير او اكتر على الاقل، وخامس حاجه المعالج لازم يشغل العاب على الاقل على 40 فريم. ليه 40 فريم؟ لان في موبايلات كانت ب 10000 جنيه وبسبب زياده الاسعار بقت في فئه ال 15000 جنيه، فمش هنقبل باقل من تجربه العاب محترمه. وسادس حاجه والاخيره الدعم والتحديثات، سنتين اندرويد و3 سنين امان على الاقل. قبل ما نبدا خليني اعرفك بنفسي، انا محمد ودي قناه البربري، والهدف هنا بسيط وهو اني اوفر لك كل المعلومات اللي تهمك عن الموبايلات من غير لا تعقيد ولا تطبيل زياده. فبسرعه كده دوس اشتراك وانزل تحت في التعليقات صلاه على النبي، ويلا بينا نبدا. في نوع من الناس يحب يشتري دماغه، يدفع ثمن الموبايل مرة واحدة ويعيش بيه من غير مصاريف زيادة، ولا شاحن ب 300 جنيه ولا جراب ب 100 جنيه. هو عايز موبايل يعتمد عليه في الاستخدام اليومي، ومش مهم عنده حتة الألعاب. لو أنت من النوع ده فأحب أقول لك فيفو عملت لك موبايل على مزاجك، اسمه فيفو في 40 لايت ال 4G. الناس اللي عايزة موبايل للألعاب ما تقلقش، محضر لكم ترشيحات جامدة في الفيديو، فأتمنى تكمل الفيديو للآخر لأنك هتتبسط وهتستفاد. خلينا الأول نتكلم عن الشاشة، لان التصميم ده كده كده اذواق، يعني مش مهم قوي بالنسبه لي. الشاشه هنا اموليد وحجمها 6.67% بوصه، بدقه فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز. كمان بتدعم خاصيه الاولوز اون ديسبلاي، ودي مواصفات ممتازه في الفئه دي، يعني هتاخد الوان مريحه جدا للعين، سواد حقيقي وتجربه مشاهده ممتعه سواء بتتفرج على فيديوهات او بتفتح يوتيوب او حتى بتقرا حاجات على الموبايل. كمان السطوع بيوصل ل 1800 شمعه، وده رقم كويس جدا، يعني حتى تحت الشمس المباشرة هتشوف كل حاجة واضحة. والحواف رفيعة جدا، الشاشة تقريبا مستحوذة على الموبايل بالكامل، ودي حاجة ممتازة في الفئة دي. الموبايل جاي بمعالج سناب دراجون 685، وده مش موجه للجيمرز، لكن في نفس الوقت بيديك اداء مستقر جدا في كل حاجه تانية. يعني لو سوشيال ميديا شغال تمام، واتساب فيسبوك تيك توك مفيش اي مشاكل. التليفون عامله 450 الف نقطه على انتوتو، يعني الموبايل ده اعتمادي في كل حاجه ما عدا الجيمنج التقيل. يعني اخرك هنا هتاخد 40 فريم ثابته لا اكتر ولا اقل، يعني لو هتلعب عليه ببجي مش هيقول لا، لكن مش هو الموبايل التنين في الالعاب. من الاخر مناسب جدا للي بيلعب مره كل فين وفين كده على الخفيف من باب التسليه. التليفون بيجي ب 8 جيجا رام و256 جيجا مساحه داخليه، وممكن تزود كارت ميموري لو حبيت. الكاميرات بقى هي مش احترافيه بس عمليه جدا. الكاميرا الخلفيه الاساسيه 50 ميجا بكسل، ومعاه واحده تانية 2 ميجا بكسل عزل، بتديك صور كويسه جدا في الاضاءه الطبيعيه او قويه، والوانها واقعيه وتفاصيلها واضحه. اما في التصوير الليلي ففي شويه نويز، لكن ده طبيعي جدا في الفئه دي. والكاميرا الاماميه 32 ميجا بكسل، هتاخد بيها صور ممتازه سواء سناب سريع او صوره تنزلها على انستجرام. وتصوير الفيديو بيقف لحد 1080، ودي ممكن ناس تقول انها نقطة ضعف، وطبعا معاهم حق، بس بصراحة هو بيطلع فيديوهات ثابتة وشكلها نظيف. البطارية 5000 ملي امبير، ودي لوحدها كفاية انها تشيلك يوم كامل من استخدام متوسط لتقيل، يعني تتصفح تتفرج تصور تستخدم نت وهترجع بالليل ولسه فاضل شحن. بس الاحلى بقى الشاحن اللي جاي معاه 80 واط، الشاحن جوه العلبة مش هتشتريه لوحده، بيشحن من 0 ل 45% في حوالي ربع ساعة، وده رقم ممتاز جدا. التليفون نازل باندرويد 14 وبيدعم تحديثات لمده 4 سنين، صوت ستيريو بس للاسف مش بيدعم منفذ ال 3.5 مللي بتاع السماعات، مش بيدعم ال NFC. اما الشبكات فدي نقطه تفوق، شبكات قويه وثابته سواء في المكالمات او حتى في الانترنت. سعر التليفون ده حوالي 10700 جنيه. الخلاصه بقى، لو انت شخص بيدور على موبايل اعتمادي يعيش معاك سنين من غير ما تسال على قطع غيار ولا تفكر تبيعه بعد شهرين، يبقى فيفو في 40 لايت ال 4G من انسب الاختيارات ليك. نروح بقى للموبايل اللي في المركز الرابع، وخليني اقول لك ان مفيش موبايل بيجمع بين المتانه والاداء والسعر الكويس زي الموبايل ده من وجهه نظري، وهو الموتوريلا موتو جي 75. موبايل شكله هادي بس من جوه فيه حاجات كتير حلوه، وخليني اقول لك ليه ممكن يكون اختيار مناسب في الفئه دي. الموبايل جاي بشهاده IP 68، يعني ضد الماء والتراب، وكمان واخد شهاده عسكريه للتحمل. الشاشه هنا بحجم 6.78% بوصه بدقه فول اتش دي بلس، ومعدل تحديث 120 هرتز.
وكثافة بكسلات 387 بكسل لكل انش، وكمان السطوع 1000 شمعة، وطبعا حماية من غوريلا جلاس الجيل الخامس. الشاشة مش أموليد، لكن ال LCD اللي هنا كويسة جدا في الألوان والسطوع، وهتديك تجربة محترمة في الاستخدام اليومي والألعاب. الموبايل جايبه معالج جامد جدا، وهو السناب دراجون 6 جيني 3 بتقنية 4 نانومتر. ده معالج فئة متوسطة حديث هيشغل لك ببجي على 60 فريم من غير أي مشاكل، ومفيش سخونة ولا تهنيج، وهتحس بسلاسة في الاستخدام اليومي. التليفون بيحقق 620 ألف نقطة على أنتوتو، وبيجي ب 8 جيجا رام و256 جيجا ذاكرة داخلية، وبتقدر تزود كمان بكارت ميموري، فالموضوع مرن جدا. الكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل، ومعاها كاميرا تانية الترا وايد 8 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل. الأداء بتاع الكاميرات هنا مش هيبهرك، بس في الفئة السعرية دي يعتبر جيد جدا. هتقدر تصور صور كويسة في الإضاءة القوية، والفيديو بيصور لحد 4K من الكاميرتين الأمامية والخلفية. البطارية 5000 ملي أمبير وشحن 30 واط، كمان بيدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط. البطارية دي هتكمل معاك يوم كامل، خصوصا مع المعالج الموفر للطاقة اللي هنا، والشحن هو مش الأسرع بس برضه مقبول جدا. التليفون فيه سماعات ستيريو بصوت عالي وواضح، وبيدعم كل المستشعرات زي ال NFC والجيروسكوب والتسارع والتقارب والبوصلة، وفي بصمة في زرار الباور وسريعة. والجميل بقى إن الجهاز جايب أندرويد 14 الخام. موتوريلا وعدت ب3 سنين تحديثات أندرويد و5 تحديثات أمان، وده رقم كويس في الفئة دي. وأخيرا السعر والتقييم النهائي. سعر الموبايل حوالي 11400 جنيه، وبصراحة لو عايز موبايل يتحمل بأداء ثابت وكاميرات معقولة وسوفت وير نظيف، فالموتوريلا G75 اختيار قوي جدا. طبعا لو لسه متابع معايا لحد هنا يبقى أكيد الفيديو عجبك. طيب ما تنزل تشترك في القناة بسرعة كده وتحط لايك للفيديو يا أخويا قبل ما نكمل، علشان الترشيحات اللي جاية هتعجبك أكتر. نروح دلوقتي للموبايل اللي معانا في المركز الثالث لفيديو النهاردة، وهو الأوبو رينو 11F ال 5G. المشكلة إن فضلت أدور على سعر الموبايل ولقيته كل يوم بسعر شكل، مرة تلاقيه أغلى ومرة تلاقيه أرخص شوية، يعني ما بقاش في حاجة مضمونة دلوقتي، والسعر ممكن يزيد أو يفضل زي ما هو. لكن بالرغم من كده مازال الموبايل ده بيقدم قيمة قوية جدا في الفئة السعرية دي. الموبايل هنا بيجي بشاشة بحجم 6.7 بوصة من نوع أموليد وبدقة فول اتش دي بلس، ومعدل تحديث 120 هرتز، وكمان نسبة سطوع بتوصل ل 1100 شمعة. كمان بيدعم خاصية الأولوزون ديسبلاي وتقنية ال HDR10 بلس، والشاشة عليها طبقة حماية من باندا جلاس محترمة. نيجي بقى للأداء. المعالج هنا دايمنسيتي 7050 بدقة تصنيع 6 نانومتر، معالج من الفئة المتوسطة هيقدم لك أداء ممتاز في الاستخدام اليومي. أما في الألعاب فهو يشغل لك ببجي على 60 فريم بكفاءة، وكمان تجربة اللعب عليه سلسة لأن المعالج ده مميز فعلا في الأداء الرسومي. الموبايل بيحقق 545 ألف نقطة على أنتوتو. نروح للكاميرات. الموبايل فيه 3 كاميرات في الظهر، كاميرا أساسية بدقة 64 ميجا بكسل، وكاميرا ألترا وايد بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرا مايكرو بدقة 2 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل. وبيصور فيديوهات بجودة ال 4K لحد 30 فريم في الثانية على كل الكاميرات. وبصراحة تجربة التصوير هنا كويسة جدا بالنسبة للفئة دي، ومتفوقة على كذا موبايل اتكلمنا عنهم قبل كده. من ناحية التحديثات الموبايل مدعوم ب3 سنين تحديثات أندرويد و4 سنين تحديثات أمان، وده رقم ممتاز. البطارية هنا 5000 ملي أمبير وبتدعم شحن سريع بقوة 67 واط، والموبايل بيدعم مقاومة الماء والغبار بشهادة IP65، وكمان بيدعم كل المستشعرات اللي انت محتاجها زي ال NFC ومستشعر ال AR للتحكم في الأجهزة الكهربائية، والجيروسكوب والتسارع والتقارب والبوصلة. بس الملاحظة الوحيدة عليه إن السماعة مش ستيريو، ولكن التجربة الصوتية ما زالت كويسة ومش هتحس بنقص فيها. وفي المجمل أنا ما زلت برشح الموبايل ده جدا، لأنه بيديك باكج متكامل كده بسعر معقول. وسعره دلوقتي النسخة ال 8 جيجا رام و256 جيجا مساحة تخزين هو 12400 جنيه. نروح للموبايل اللي معانا في المرتبة التانية لفيديو النهاردة، وهو الريلمي بي 1 برو 5G. قبل ما ارشح لك الموبايل ده عرفت انه متوفر بضمان دولي وضمان محلي في السوق المصري، وده شيء كويس جدا. بس خلي بالك، نقدر نقول ان الموبايل ده هو البديل الافضل لريلمي 12 برو بعد ما سعره ارتفع. الموبايل هنا بيجي بشاشة بحجم 6.7 انش من نوع اموليد، وبمعدل تحديث 120 هرتز، ونسبة سطوع بتوصل ل 950 نتس، وبيدعم خاصية الأولوزون ديسبلاي. والشاشة دي من افضل الشاشات الموجودة في الفئة السعرية دي. الموبايل كمان بيجي بمعالج سناب دراجون 6 الجيل الاول بتقنية تصنيع 4 نانومتر، والمعالج ده هو نفس المعالج الموجود في ريلمي 12 برو، وهو معالج ممتاز وهيديك تجربة استخدام كويسة جدا في الأداء اليومي. والموبايل هنا بيشغل ببجي على 60 فريم مرتاح، وبيحقق 515 ألف نقطة على أنتوتو. الموبايل جايب كاميرتين في الخلف، كاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بكسل، وبتيجي بمستشعر من سوني، وهو السوني LYT 600 اللي اتكلمنا عليه كتير واللي بيطلع نتائج تصوير ممتازة، وكاميرا تانية الترا وايد بدقة 8 ميجا بكسل. اما الكاميرا الامامية فبدقة 16 ميجا بكسل. والموبايل بيدعم تصوير فيديو 4K لحد 30 اطار في الثانية بالكاميرا الخلفية، وبيصور بدقة 1080 بالكاميرا الامامية.
الاختلاف ما بينه وما بين ريلمي 12 برو هو انه مش متوفر فيه عدسة زوم زي اللي موجودة في ال 12 برو، لكن ما اعتقدش ان ممكن تكون دي مشكلة دلوقتي. لكن في المجمل نتائج التصوير بتاعته كويسة جدا. الموبايل هنا مدعوم لسنتين من تحديثات الاندرويد و3 سنين من تحديثات الامان، وبيجي مع بطارية بحجم 5000 ملي امبير وشحن سريع بقدرة 45 واط. الموبايل كمان بيدعم سماعات ستيريو، ولكن من ضمن عيوب الموبايل انه مش بيدعم خاصية ال NFC، لكن بيدعم كل المستشعرات التانية زي الجيروسكوب والتسارع. وكمان مستشعر المكالمات هنا بقى هاردوير مش سوفت وير، ودي نقطة تحسب له. ومن ضمن مميزاته برضه انه بيدعم شهادة IP65 ضد الماء والغبار. في المجمل الموبايل بيقدم مميزات قوية جدا، وفعلا يعتبر بديل افضل لريلمي 12 برو حاليا، خصوصا ان سعر الموبايل حاليا هو 14000 جنيه لنسخة ال 12 جيجا رام مع مساحة تخزين 256 جيجا. وطبعا الاسعار دي ممكن تزيد او تقل على حسب المكان اللي هتشتري منه. نروح بقى لاخر موبايل معانا واللي في المرتبة الاولى في فيديو النهاردة، وهو السامسونج A35. في ظل ارتفاع الاسعار ده يعتبر افضل موبايل هيقدم لك قيمة مقابل السعر حاليا. الموبايل بيجي بشاشة سوبر اموليد بحجم 6.6 بوصة وبدقة فول اتش دي بلس، ومعدل تحديث 120 هرتز، ونسبة سطوع بتوصل ل 1000 نتس، ومحمية بطبقة حماية فيكتس بلس، وبيدعم خاصية الاولويز اون ديسبلاي. من ناحية الأداء بقى الموبايل بيجي بمعالج إكزينوس 1380 بدقة تصنيع 5 نانومتر، والمعالج ده ممتاز في الاستخدام اليومي وبتشغل عليه ببجي على 60 فريم، لكن مشكلته إنه بيسخن شوية وقت اللعب، ودي نقطة لازم تاخد بالك منها. وبيحقق على أنتوتو 600 ألف نقطة. بالنسبة للكاميرات بيجي بثلاث كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل، وكاميرا ألترا وايد بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرا مايكرو بدقة 5 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل. الموبايل هنا بيصور فيديو 4K بمعدل 30 فريم في الثانية سواء بالكاميرا الأمامية أو الخلفية، وهو من أفضل التليفونات اللي هتديك صور بتفاصيل كويسة جدا في الفئة السعرية دي. من أهم مميزات الموبايل كمان إنه مدعوم ب4 سنين من تحديثات الأندرويد و5 سنين من تحديثات الأمان، وبيجي مع بطارية 5000 ملي امبير وشحن بقدرة 25 واط. وطبعا انت عارف ان الشاحن مش بيجي في العلبة كعادة تليفونات سامسونج. الموبايل بيجي بشاشة IP67 ضد الماء والغبار ومزود بسماعات ستيريو، لكن من العيوب اللي لازم تعرفها ان مستشعر التسارع والقرب هنا سوفت وير مش هاردوير. الموبايل كمان بيدعم الشريحة الالكترونية والNFC. سعر التليفون حاليا في مصر حوالي 13500 جنيه لنسخة ال 8 جيجا رام مع مساحة تخزين 128 جيجا. طبعا الاسعار دي ممكن تتغير او تفضل ثابتة على حسب سعر السوق دلوقتي. وفي النهاية أنا عارف إن اختيار الموبايل المناسب بقى أصعب من أي وقت فات، كل يوم الأسعار بتتغير والمواصفات بتتلخبط، واللي كان بيشتري زمان موبايل ب 8000 جنيه النهاردة مش لاقي نفس الأداء حتى ب 15000 جنيه. بس اللي أنا مؤمن بيه إن دايما في اختيارات كويسة وسط الزحمة، وفي موبايلات تقدر تديك قيمة حقيقية مقابل كل جنيه بتدفعه. وعلشان كده أنا مكمل في السلسلة دي علشان أساعدك تاخد قرار الشراء وأنت مطمن من غير لا تضليل ولا تطبيل، ومن غير ما تندم بعد ما تشتري إنك جبت موبايل مش على قد توقعاتك. المهم دلوقتي قول لي انت شايف انهي موبايل يستحق المركز الاول. اكتب لي في الكومنتات وخلينا نعمل ترشيحات الجزء الجاي سوا. وما تنساش اللايك الجميل والسبسكرايب اللي هيفرق معايا جدا. واهم حاجه صلي على النبي واستنى الفيديو الجاي لاننا لسه هننزل ترشيحات اقوى واقوى. وسلام.